والله يا اخي الواحد عنده صحاب بالدنيا وما فيها، جدعان بصحيح. حتى اسمع كده واحد واحد، مثلا اشكيله انه مخنوق من البيت والشغل، الاقيه بيولع له جوب ويروق عليا ويطير اي تفكير من دماغي. واحده عيني منها ومش عارف اوصل لها، في ثانيه الاقي رقمها معايا. عايز اجرب البني، زهقت من الاخضر، في ثانيه الاقي ديلر قدامي. مزنوق في قرشين عشان الكارد اعرف اسده، في اتنين كلام لقيته فاتح لي وانا كسبت ومراهن لي على ماتشين وخلاني اسد ديون. انا في الدنيا دي حظي كله في صحابي، صحابي الجدعان الحنشان. قصدك يا حموكشة صحابك الحنشان اللي هيلف حوالين منك وتتعذبوا سوا في الدنيا والاخره. وده لان المرء على دين خليله، واللي انت مصاحبه في الدنيا وفرحانين ببعضكم قوي كده، في الاخره بقى هتكونوا اعداء واخصام. وعايز اوعيك وافهمك معنى الصاحب الجدع اللي بجد. الصاحب الجدع وقت خانقتك هيهديك بالقران وايات ربنا وحكمته في حالتك. الصاحب الجدع وقت احتياجك لبنت هينصحك انك تختار صح وتاخدها بالحلال مش تقضيها صرمحه. الصاحب الجدع هيشد بايدك للجامع مش تفهمني. الصاحب الجدع وقت زنقتك في فلوس هيشاور لك على ابواب الحلال وهيقفل في وشك 100 باب حرام. فابدأ بنفسك وخليك انت الصاحب الجدع. وبس كده، متوقفش الصلاة على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.